سمعوا هذه قصة طريفة. في فيديو من الفيديوهات تكلمت بأن مقياس الحب عند المرأة، لو أردنا أن نضع مقياس الحب عند المرأة فهو الغيرة. يعني امرأة لا تغار، امرأة لا تحب، وكل ما غارت المرأة زيادة على زوجها فهي يعني هذا معناه أنها تحبه بشكل أكبر. أمس أسولف مع صديق، أبوه الله يرحمه متوفى يعني هو طاعن بالسن، يعني توفى بعمر كبير. أمه كانت تغار، الله يحفظها ويطول بعمرها، كانت تغار على أبوه بشكل يعني كبير. بس الأبو الله يرحمه هم بعد هو يننها في شبابه، يعني هو كان مزواج ويعني ما يختفي شوية كذي إلا تلاقيه متزوج. يعني كانت تغار عليه وبنفس الوقت ما تثق فيه. كبر الرجال، طيح، خلاص قاعد بالبيت بعد لا يطلع ولا يروح ولا يجيب ولا، خلاص هم طالع بعين الشك على طول والغيرة، يعني مو مأمنة فيه. هو قاعد البيت ما يطلع مسكين، هم مو مأمنة فيه. المهم الرجال الله يرحمه توفى. ذاك اليوم قال الولد حق امه خلني اوديك يمه نروح نزور ابوي. قالت له يلا خلنا نروح. اول ما وصلت عند القبر ولا كل القبور اللي دار قبر ابوه كلهم حريم، ما في رجال، حريم حاطين القبر من كل صوب، حريم موتى يعني مدفونين خالصين. قامت عصبت بالمقبره، قالت تكلم ابوه الله يرحمه، تقول له انت لا راحمنا لا وانت حي ولا وانت ميت، قلت لك ولا ما قلت لك، هذا ابوك هو اللي جاب لي الضغط والسكر، رجعني البيت. ومن ذاك اليوم بعد ما زارت قبره مره ثانيه. يقول الولد يسولف لي، يقول لي تصدق انا ابوي حتى وهو ميت انا شاك فيه. يقول كنت بجيب هذا المنظار مال العمليات بدخله بالقبر بشوف ابوي موجود ولا رايح حق الحريم هذول اللي دار مدار. غيرة المرأة ما تنتهي سبحان الله. ريال ميت ليش مدفونة يمه مرأة هم تغار. فيعني الله يعين معشر الرجال على غيرة معشر النساء. والسلام ختام.